فوز منتخب مصر على زيمبابوي 2-1، ومبدئيا كده يحسب لكابتن حسام حسن ولاعيبه المنتخب الرجوع في اللقاء بعد التأخر بهدف من الشوط الأول. بنقدر نكسب 2-1، لكن الكورة فيها سيناريوهات كتير وده واحد منهم، إن أنت تبدأ بتشكيل غلط في بداية اللقاء، ومن بعد كده بتستقبل هدف، وبعد كده بتحاول تتدخل من على الخط فبتعمل تغيير غلط. سيناريوهات لازم تتعلم منها. كان لازم من البداية يكون في تشكيلك مروان عطية في وسط الملعب ومعاه زيزو ومعاه إمام عاشور. ما ينفعش ثنائية مروان عطية وحمدي فتحي، الاتنين شبه بعض، الاتنين اسلوب لعبهم واحد، والاتنين على فكرة بيلبخوا بعض في العمق، الاتنين عايزين يقفوا في نفس المكان، فبتلاقي دايما في ثغرات وبتلاقي دايما في مشاكل. كان لازم زي ما قلنا مروان عطية يكون رقم 6 صريح، وقدام منه زيزو مع إمام عاشور. غلطت في التشكيل وجيت تتدخل، كان لازم تدخلك يكون افضل من كده. امام عاشور حتى وان ضيع فرص كان بيدخل داخل منطقه الجزاء وبيوصل بفرص وبيروح بكوره واثنين وثلاثه، وكان مميز جدا لحد ما خرج. كان لازم وانت بتنزل مصطفى محمد يكون في تفكيرك تسحب حمدي فتحي وتسيب مروان عطيه وتنزل بمرموش جنب امام عاشور، او تخلي مرموش على الطرف وتنزل بتريزيجيه جنب امام عاشور علشان يكون تغييرك صح وتقدر تتحسن اكتر. الشوط الاول ما كناش افضل حاجه رغم الاستحواذ، الشوط الاول ضيعنا فرص لكن في الشوط الثاني عجبني المنتخب جدا، والمنتخب ما كانش وحش. منتخب النهارده قدم اداء كويس جدا وردة فعل تليق بمنتخب مصر، حتى لو قدام فريق مش هقول اقوى حاجه، لكن قدرنا ان احنا نرجع في اللقاء وقدرنا ان احنا نكسب 2-1. الشوط الثاني بعد ما سجلنا هدف عجبني سرعه التغيير ودخول ابراهيم عادل اللي نشط الناحيه الشمال وفوق محمد حمدي بشكل كبير جدا. كمان زيزو في وسط الملعب فوق الناحيه اليمين وكان بيروح بكره واثنين، وان كان زيزو ضيع رأسيه سهله جدا وضيع تسديده واثنين، كان لازم يكون عنده حسن تصرف افضل من كده علشان نقدر او يقدر يسجل هدف ويرجع ويدخل في الجيم مع اللعيبه. النهارده سيناريو لازم نتعلم منه ان احنا ما نبداش بتشكيل غلط. ثنائيه حمدي فتحي ومروان عطيه مش افضل حاجه غير في الماتشات الكبيره، لو انت عايز تقفل العمق بشكل قوي وتكون محفظهم ازاي يلعبوا وازاي واحد يتقدم وازاي واحد يكون للخلف. لكن الثنائيه العشوائيه بتاعت حمدي فتحي مع مروان عطيه ما تنفعش. لازم نبقى عارفين ان ماتشات دور المجموعات زيزو مع امام عاشور افضل حاجه، او ممكن مرموش مع امام عاشور وخلفهم مروان عطيه ممكن تكون تمشي، لكن لازم كابتن حسام حسن يعرف ان التشكيل الغلط مش كل مره هيكون قدامك فريق يقدر يستقبل يسجل فيك اهداف وانت تقدر تعوض. النهارده قدرت تعوض عشان الفريق المنافس قدامك مش اقوى حاجه مش افضل حاجه، فقدرت تعوض فقدرت ترجع في اللقاء، عملت جيم قوي وجيم محترم. لكن زي ما قلنا مش كل مره التشكيل الغلط ومش كل مره السيناريو هيكون زي ما انت عايز. هتلاقي فرق قويه بتقدر تسجل هدف فيك من اخطائك وبعد كده تقدر تسجل هدف تاني فانت ما تقدرش ترجع في اللقاء، فهيكون في مشكله. مبروك لمنتخب مصر وشد حيلك يا كابتن حسام. كلنا بندعم المنتخب المصري، لكن زي ما بنقول اخطاء بسيطه لازم الكابتن حسام يعديها والكابتن حسام يتعامل معاها بشكل افضل من كده. ما ينفعش يكون التحفظ الدفاعي قدام فرق ضعيفه هو اسلوب لعبنا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.